Le problème algérien se ramène, pour nous, à trois termes essentiels. L'institution d'un État algérien, les rapports de la France avec cet État et, comme vous l'avez proposé, monsieur, l'avenir du Sahara. Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. السلام عليكم متابعي قناة مروان هيستوري. كيف ما شاهدنا في بداية الحلقة، هذا كان جزء من لقاء صحفي أجراه الرئيس الفرنسي شارل دوغول بتاريخ 5 شتنبر من سنة 1961، وكان جاوب فيه على العديد من الأسئلة، واللي من بينها واحد السؤال اللي ثار الانتباه ديالي، واللي هو: Monsieur le Président, il y a quelques semaines, à un dîner à l'Élysée, vous avez dit aux parlementaires que vous vouliez vous débarrasser de la question algérienne avant la fin de cette année. كيفاش غادي تخلصوا من قضية الجزائر قبل نهاية السنة؟ وكنظن أن الجميع سمع بشكل واضح إجابة شارل دوغول على هذا السؤال، واللي يكشف بكل صراحة على النوايا الحقيقية للدولة العميقة في فرنسا بخصوص هذه المقاطعة. وقال أن مشكلة الجزائر نقدروا نلخصوها في 3 محاور أساسية: أولا، تأسيس دولة الجزائر; ثانيا، علاقات فرنسا مع هذه الدولة; ثالثا وأخيرا، مستقبل ومصير الصحراء. وهذا المحور هو اللي كيهمنا بشكل كبير، لأنه هو السبب الصراع الحقيقي بين المملكة المغربية وهذه المقاطعة الفرنسية. واللي بغى يعرف علاش المغاربة كيقولوا على الجزائر أنها مقاطعة فرنسية، فما عليه غير أنه يكمل هذا الفيديو حتى الأخير. وللإشارة أن هذه المحاور الثلاث اللي ذكرهم شارل دوغول أمام الصحافة الفرنسية كانوا من ضمن بنود معاهدة إيفيان اللي وافقوا وصادقوا عليها قادة الثورة الجزائرية سنة 1962، واللي كنعتبرها أنا أكبر خيانة تعرضت لها المملكة المغربية ملكا وشعبا من قبل الجزائريين، وهذا الشيء اللي غادي نبين في هذه الحلقة. فقبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا يا أصدقائي، لا تنسوا دعمي بالاشتراك في القناة وعمل لايك، لأن كثرة اللايكات كتساعد الفيديو باش يزيد ينتشر بشكل سريع في منصة اليوتيوب. ثم كذلك اللي بغى يقوم بدعم القناة ودعم المحتوى اللي كنقدمه، فيمكن لك أنك تنتسب أو أنك تدعم عن طريق الباي بال والباتريون. وشكرا مسبقا. L'institution d'un État algérien. Un tel État, d'où peut-il sortir? Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants, parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui on puisse s'en remettre. غادي نبداو بالمحور الأول، وكيف ما استمعنا لما قاله شارل دوغول أن غادي تأسس لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة دولة تسمى الجزائر، اللي ما كانش عندها وجود، واللي أغلب تاريخها كانت دائما تحكم من قبل قوى خارجية من سلاطين المغرب وسلاطين العثمانيين وفي الأخير من الفرنسيين، واللي مازال كيحكموا هذه المقاطعة إلى يومنا هذا. ونضيف واحد المعلومة مهمة اللي ربما أغلب الشعب الجزائري ما عرفهاش، وهي أن الحكومة الفرنسية هي اللي اقترحت وطرحت فكرة استفتاء لتقرير المصير باش يتحصلوا على الاستقلال. وهذه أكبر أكذوبة كيعيشها الشعب الجزائري، لأن هذا الاستفتاء كان فقط شكلي لا غير، واللي متعارف عليه في العالم أنك لو كنت اللي انتصرتي في أرض المعركة بالثورة المسلحة ما كنتيش غادي تقبل إجراء هذا الاستفتاء، وغادي تقوم بطرد المستعمر بدون شروط مسبقة، لأن قضية الاستفتاء غادي تربطنا مباشرة مع المحور الثاني اللي هو علاقات فرنسا مع هذه الدولة. لهذا قام الرئيس الفرنسي شارل دوغول بوضع شرط أساسي لا يناقش، واللي كان مكتوب في بطاقة الاستفتاء، واللي هو: هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس من سنة 1962. وأي واحد عاقل غادي يقرأ هذه الجملة هذه يقول: أين هو استقلال الجزائر؟ كيفاش غادي تبقى متعاون مع واحد الدولة اللي قتلت منك حسب الرواية ديالكم 1.5 مليون شهيد؟ حنا الارقام تاعنا من دخول الاستعمار حتى الخروج فيه 5 ملايين و630 الف شهيد، غير الانسان اللي يقولها. وذاك الوقت الجزائر كان دير 7 ملايين نسمه، كانش دير 45 مليون كما اليوم. لهذا خاص من المغاربه يعرفوا ان قيام دوله الجزائر مرتبط بتعاونها مع فرنسا، وما كانش شي حكومه جزائريه اللي ممكن انها تلغي هذا البند او تكون ضدها، بل ما يمكنش الحكومه الجزائريه تخطو شي خطوه واحده بدون استشاره الفرنسي. بل اكثر من ذلك، اذا قاموا الفرنسيين باعطاء تعليمات للحكام الجزائريين فخاص يتنفذ على وجه السرعة ولا تناقش. ومن أوجه الاستعمار اللي مازال كيعيشوه الجزائريين واللي ما يقدروش أنهم يغيروا منه شي حاجة، وهو أن دولة فرنسا مازال كتمتلك العديد من المباني في العاصمة الجزائرية وغيرها من الأمور الأخرى، وهذه بشهادة الجزائريين. انت ما تقدرش اليوم تمس بناية من البنايات في الجزائر العاصمة بدون قبول فرنسا بأنها تطيح. لا تقدرش تغير واجهة الجزائر على الميناء من المستحيل. المحور الثالث والأخير اللي هو مستقبل ومصير الصحراء، واللي داخله فيها بطبيعة الحال حتى الصحراء الشرقية المغربية، واللي كنقصدو هنايا بمدينتي بشار وتندوف ومناطق أخرى. Comme vous l'avez
proposer, monsieur, l'avenir du Sahara. Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. وهذا كان من أهم بنود دولة فرنسا في معاهدة إيفيان. وقال شارل دوغول بصريح العبارة على أن فرنسا غادي تحمي المصالح ديالها من استغلال واكتشاف الغاز والبترول في منطقة الصحراء. بل أكثر من ذلك أنه لو اكتشفت في المستقبل آبار جديدة من البترول أو الغاز غادي يكون عند فرنسا نصيب وحق فيه. بمعنى آخر وهو واخا تكون الجزائر استقلت غادي يبقى عند فرنسا حق في الثروات الطبيعية في هذه المنطقة. واللي كيخلينا نقولوا على أن المغرب تعرض لأكبر خيانة من قبل قادة الثورة الجزائرية هو قبولهم وموافقتهم على هذا الشرط في معاهدة إيفيان، واللي خانوا به العهود اللي كانت عطات الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس للملك الراحل محمد الخامس بخصوص ترسيم الحدود الحقيقية وحق المغرب في الصحراء الشرقية. وشنو داروا هما؟ قاموا بالغدر وسبقوا مصالح الجزائر وأقروا هذه المعاهدة، واللي بموجبها فرنسا ضمت منطقة الصحراء إلى حدود دولة الجزائر. لهذا كنقول على أنه من سمات الجزائريين الخبث والغدر والخيانة، وهذه السمات هذه ورثوها من الفرنسيين. فرنسا راهي أمنا وهي اللي رباتنا وعطات لنا هذا الخير. لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا. واش نجمو نعملو حنايا؟ إبرة ما نجموش نعملوها، ولا محراث ولا تراكتور ولا موس. كونوا عاقلين، ما تتبعوش ما تاخذوش راي هذا الغالطين. فمع الأسف الملك الراحل محمد الخامس ما كانش بغى يوقع شي معاهدة مع الحكومة الفرنسية، لأنه كان كيعتقد على أنه غادي يخون الجزائري إلى جلس مع الحكومة الفرنسية من أجل مناقشة قضية الصحراء الشرقية وسبق مصلحة بلد جار مسلم ناكر الجميل على مصلحة المملكة المغربية. والشرط ديال فرنسا راه كان واضح، وهو أنها تحمي المصالح ديالها في هذه المنطقة. فلهذا غادي يكون هناك واحد الأمر مشترك ما بين المغرب والفرنسيين، وكل واحد غادي ياخذ النصيب ديالو من هذوك الثروات الطبيعية. هنا فين كتحس بالشمتة أنك ما سبقتيش مصلحة البلد ديالك، سبقتي مصلحة البلد الجار اللي خانك في الأخير. لأن مسألة الخيانة عندهم والغدر شي حاجة عادية، ما كيحسوش أنهم اقترفوا شي خطأ، وهذه بشهادة الرئيس الجزائري بوتفليقة. وأنا كيفاش نثق فيكم باش تمشيو معايا؟ أنا كيفاش نثق فيكم باش تمشيو معايا؟ باغيني ندير ثورة وحدي، باغيني ندير ثورة وحدي. إلا كنديروا كيما لي زارين دوروم نتوما تفرجوا لي زارين هكا، وانا قال هاوك السبع روح قتلوا. إلا قتلت السبع تصفقوا عليا، ولا السبع كلاني تصفقوا على السبع. قولوا alors si c'est ça que vous voulez أنا مستعد نشهد في سبيل الله من أجل الجزائر. والأمر الوحيد اللي مازال كيثير الخوف عند نظام الكبرانات في الجزائر وهو أن المغرب ما اعترفش وما غاديش يعترف بالحدود الشرقية الموروثة عن الاستعمار. وغادي نختم الفيديو بذكر واحد الحادثة اللي وقعت بخصوص هذه القضية. اعتقدوا الثوار الجزائريين على أن المغرب قبل بهذه الحدود، فتزاد الطمع ديالهم كثر باش يضموا مناطق أخرى من المملكة المغربية، وهجموا على الجيش المغربي في سنة 1963، وسميت هذه الحرب بحرب الرمال، واللي كلا فيها الجيش الجزائري طريحة ما عمره ما ينساها من قبل الجيش المغربي. حاضرونا يا إخواني، حاضرونا. لا ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. هذا كابوس نتاع تاريخ. ولولا تدخل الدول العربية واللي على رأسها المملكة العربية السعودية لوقف هذه الحرب، لكان المغرب استرجع منطقة الصحراء الشرقية بقوة السلاح. وحتى الضغط الفرنسي واللوبي اللي كان مازال متمركز في المغرب خلاه يتراجع على هذا القرار ويرجع الجيش المغربي الى المواقع اللي كان فيها من قبل. وحنا عرفنا في الاخير علاش جا هذا الضغط الفرنسي، لان الجزائريين كيحميوا المصالح الفرنسيه في منطقه الصحراء. لهذا كنقول وكنعاود نذكر المغاربه على انه العدو الحقيقي للمملكه المغربيه هي دوله فرنسا. فرسالتي الى نظام الكبرانات في الجزائر انه غادي يجي واحد الوقت في المستقبل اللي غادي يسترجع فيه المغرب منطقه الصحراء الشرقية، لأن الحاجة اللي كتخاد بالباطل فراه كتسترجع من بعد. هذا ما كان يا أصدقائي في موضوع هذه الحلقة. كنشكركم على المشاهدة، نشوفكم في فيديو جديد مع معلومات جديدة إن شاء الله، ومع السلامة.